أنا يمكن تجاوزت شوية في موضوع الجزائر، وإحنا ما كناش لنا ذنب فيه، إحنا كلنا اتسقنا فيه. لكن أنا تجاوزت، ويمكن أنا قابلت الإخوة الجزائريين في الحج السنة دي، وقلت لهم يا جماعة ما تزعلوش مننا، إحنا إخوات، ولو كنا تجاوزنا فإحنا ربنا بيغفر، والعملية مشيت عادي جدا. ويمكن إحنا زي ما بقول لك إحنا كلنا اتسقنا في هذا الموضوع، وكلنا الأخبار اللي جات لنا كلها كانت غلط في غلط، واحنا ما كناش مسؤولين. لكن انا برجع بقول في النهايه لشعب الجزائر وشعب تونس، احنا متاسفين على اي حاجه، واحنا اتولدنا من بعد 25 يناير، فربنا يوفقنا جميعا ويوفق الامه العربيه وترجع كما كانت من قبل. لا املك غير ان انا اسقف لكابتن مصطفى عبده الحقيقه. يعني كابتن مصطفى ده كابتني وحاجه جميله جدا في عالم الرياضه، ولاعيب كره من اروع ما يكون، وزميل اعلامي، او احنا زملائه لان هو يعني اكبر مننا سنا ومقاما وكل شيء. فبتصور انه اللي قاله كابتن مصطفى ده يكبره جدا عند الناس، يكبره جدا، وفي نظر نفسه وفي نظر اسرته وفي نظر المجتمع وفي نظر الجزائريين وفي نظر العالم العربي كله. انا مش شايف انه في عيب. انت بيجي لك معلومات خاطئه وبناء عليها بتبني وبعد كده بتبان. فانه يقول هذا الكلام الحقيقه انا عايز اشكره وعايز احييه، وفي نفس الوقت يعني انا مش حابب قوي ان انا ادخل على المواقع والفيسبوك وكده، لان التعليقات بتبقى صعبه شويه، يعني مش عليا انا، يعني انا بالنسبه لي عندي مناعه يعني. لكنه بقرا تعليقات كثيره جدا للاخوه الاعزاء في الجزائر. هم سبحان الله يعني الدنيا بالنسبه لهم اتغيرت 180 درجه، حابين قوي وفرحانين قوي وسعداء جدا وكأن شيئا لم يكن، والدنيا الحمد لله بقت زي الفل يعني. فانا يعني احيي الكابتن مصطفى واحيي كل اعلامي لو عنده خطأ في زميل، خطأ في حد، يطلع يقول هذا الكلام والدنيا تمشي